هذا الفيديو رح اجرب اشهر الخرافات بكرة القدم. هي اذا حطيت البوط بالثلاجة، اذا تقلت بالطابة لمدة ربع ساعة فرح تصير تشوف غباش. حطيت الطابة حركات اسطورية بالتسديد. هاي المنطقة من الطابة صراحة صدمتني كتير. رح نتأكد هل هي مجرد خرافة ولا هي حقيقة. طلعت حقيقة، هاي خرافة، ومثل ما شفتوا طلعت حقيقة ومنها خرافة. فخلينا نبدأ على السريع بالخرافات. أول خرافة معنا بهذا الفيديو واللي هي إذا حطيت البوط بالثلاجة حيصير أوسع على رجلك لو كان صغير. حطيت البوط حوالي ساعة تقريبا بالثلاجة واخدتها معي على الملعب حتى نشوف هاي الخرافة. طبعا هاي الفردة اللي كانت بالثلاجة، وهون حاولت اني اتأكد واشوف هل عن جد توسع البوط ولا لا. حاولت اجرب كل الطرق واللي اكتشفته انه ما طلعت خرافة، طلعت حقيقة. صراحة صدمتني كتير. لما تجيب بوط ويكون صغير عليك شوي حطه بالثلاجة وبتوسع. فخلينا ننتقل للخرافة الثانية. في خرافة بتقول إذا كان البوط جديد فبتختلف عليك الوزنية وبقل مستواه. فحاليا رح نشوف جبت بوط جديد ورح أجرب بالبوط القديم أشوف 3 ضربات على العارضة وأشوف كم واحدة بجيب منها، وكمان نفس الشيء بالبوط الجديد ونشوف أنه بجيب أكثر. فخلينا نقوم ونشوف. أول شيء رح نبدأ بالبوط القديم. خلينا نبدأ. طبعا مثل ما انكم شايفين بالبوط اللي متعود إني أسدد فيه كانت تسديداتي كلها قريبة وكنت مرتاح كتير بالتسديد فيه. وآخر شيء جبنا واحدة بالعارضة. الثلاثة كانوا قراب بس جبنا واحدة. ما بعرف إذا النتيجة منيحة ولا لا. خلينا هلا نجرب البوط الجديد. خلينا نشوف. أما البوط الجديد فمثل ما انكم شايفين ما كنت لسه أخذ على الوزنية، فشوطاتي كانت تجي بعيدة نوعا ما وما جبت ولا واحدة. تقريبا ما شطت بنوب من قبل بهذا البوط الا بهاي التجربة، وانا عم اشوط لاحظت الفرق ومثل ما شفتوا طلعت حقيقة ومنها خرافة. خلينا نروح ننتقل للخرافة اللي بعدها، واللي هي انه اذا تقلت بالطابة لمدة ربع ساعة فرح تصير تشوف غباش بالارض وما عاد تتوازن. ربع ساعة رح تبلش. لما بلشت تقيل خلينا نبدأ. طيب ومشان ما نضيع وقت كتير بالوقت اللي عم نتقل فيه خلينا ننتقل ونشوف الخرافة الرابعة. الخرافة اللي بعدها واللي هي أن إذا كان في طابتين، طابة تقيلة وطابة خفيفة، فالطابة الخفيفة بتلف وبتعطي كيرف أكتر من الطابة الثقيلة. خلينا نروح نكتشف إن هاي خرافة ولا لأ. وبلشت التسديد بالطابة الثقيلة أول شيء أو الطابة العادية. حاليا الطابة الخفيفة. خلينا نشوف رح تلف أكتر ولا نفس الشيء. خلينا نبدأ. بهاي الخرافة رح تكونوا انتم الحكم. عم طلع لكم تسديدتين على الشاشة، تسديدة بالطابة الخفيفة وتسديدة بالطابة العادية، فانتم اكتبوا تحت بالتعليقات انه بتشوفوا لفت أكتر. خلينا نروح ننتقل للخرافة اللي بعدها. هاي الخرافة بتقول انه تشوطوا طابة من بلف الطابة. بلف الطابة ما بعرف شو بتقولوا له بلهجتكم، ولكن هو المكان اللي بتنفخ فيه الطابة وهو هذا المكان. هاي المنطقة. طيب شو بصير إذا شطوا الطابة من هاي المنطقة؟ شطت الطابة حركات أسطورية بالتسديد وبتصير تقريبا نفس النكل بول. صراحة حاب أشوف هل هي خرافة ولا هي حقيقة. خلينا نقوم ونشوف. التصوير رح يكون من تحت حتى تبين تسديداتي 100%. بس قبل ما نشوف إذا هي خرافة ولا حقيقة، حاليا خلينا نرجع شوي للخرافة الثالثة ونشوف شو اللي صار. فبالوقت اللي عم نتقل فيه لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد، ولو عجبك المحتوى اشترك بالقناة وحط لنا قاعدة فيديو لأنه لاقي بسهم إنه ينتشر الفيديو بشكل أكبر. هيك بنكون خلصنا ال 15 دقيقة. طيب شو اللي صار؟ أول 10 دقايق تقريبا ما حسيت بشيء عادي، كأني عم أتقل عادي، لكن آخر 5 دقايق من كثر ما أنت عم تركز على شيء واحد واللي هو الطابة شو عم تتحرك، فبتحس إنه زاد تركيزك بس بدك تركز على الطابة. ومثل ما قالوا إنه بصير تشوف الأرض غباش، فهذا الشيء ما صار. فهاي خرافة وانا حقيقة. هلا خلينا نرجع للخرافة اللي كنا فيها ونشوف هل عن جد الطابة رح تعطي حركات أسطورية بالتسديد. خلينا نشوف. للأمانة كنت متوقع، لأنه لو كانت حقيقة كتير لاعبين استخدموها. كان شفت كتير ناس بتقول إنها حقيقة، فلهيك لا تصدقوا أي شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا. خلينا نروح ننتقل للخرافة اللي بعدها. الخرافة اللي بعدها واللي هي إنك لما تكون على جنب الطابة بتلف أكثر من لما تكون وراها. خلينا نجرب. هاي الخرافة حاولت اني اتأكد منها 100%، فشط كتير شوطات. هي حقيقة بتعطي كيرف اكتر للطابة لكن بتخفف القوة، فلازم توازن بين التنتين بالرجع لورا وبالراحة على جنب.
فاذا وازنت بيناتهم بتعطي قوه ولفه كتير منيحه، فهاي حقيقه وما انها خرافه. بالخرافه اللي بعدها انه اذا شطوا طابه بقوه بتكون دقتها اقل من لما تشوطوا طابه على الخفيف. باختصار يعني الشوطه القويه بتكون دقتها اقل من الشوطه الخفيفه. حاليا رح احط قوس بال90. نبدا اول شيء بالشوط على الخفيف، بعدين بشوط بقوه. خلينا نبدا. طبعا هون ما كان هدفي اني اجيبها بس بالقوس، بس اشوف هل عن جد في فرق بالشوط بقوه والشوط على الخفيف. ما جبنا ولا وحده لكن كلهم كانوا قراب. حاليا دور الشوط بقوه. خلينا نبدا. بعيدة كتير صح، انا تحمست كتير فيها. مثل ما شفتوا طلعت حقيقة صح، ما جبت ولا واحدة بالقوس لكن سددت هيك على السريع. وطبعا شفتوا الفرق بالقرب على القوس والبعد. الخرافة الأخيرة بتقول إنه ما فيك تطور لياقتك البدنية بأسبوع واحد بس. شوف هذا الفيديو لتتأكد هل هي خرافة ولا حقيقة. بشوفكم هناك فيديو أسطوري. سلام.